أول تصريح لمحمود عبد الرازق شيكابالا بعد خسارة الزمالك بعد نزوله بدقيقتين بس. اللاعب جوزيف جوناثان نجويم بيسجل هدف عالمي ب1-2 رائعة بعد نزول شيكابالا بدقيقتين، والكلام بدأ يروح ويجي. ايه لازمة شيكابالا ان هو ينزل؟ ولكن شيكابالا بعد نهاية المباراة غاضب وزعلان جدا جدا من حكم المباراة، وبيعترض مش هو بس، هو ودونجا ولاعيبه كتيره من لعيبه الزمالك بعد ما خسروا امام مودرن سبورت. مودرن سبورت بيحقق اول فوز ليه منذ بدايه الدوري، من اول بطوله الدوري المصري مودرن سبورت بيحقق اول فوز ليه وبشكل رسمي على الزمالك في استاد القاهره. طبعا الفوز كان مفاجئ، وفي الاوقات القاضيه في الاوقات النهائيه خالص خلت شيكابالا وخلت كل لعيبه الزمالك مش عارفين يلحقوا يعوضوا. طبعا عزيزي المشاهد كلنا عارفين ان شيكابالا لعيب كبير، ولكن الفتره الماضيه توقيتات نزوله عامله مشكله كبيره جدا جدا في المباريات اللي بيلعبها مع الزمالك. دايما لما بينزل في اخر 10 دقايق النتيجه بتكون عكسيه، لو فايزين بيتعادلوا ولو متعادلين بيخسروا، وده طبعا اللي مزعل جدا جدا شيكابالا ومخليه مش عارف يعمل ايه في باقي الماتشات. هل يعتزل؟ هل يكمل؟ ولا لسه في كتير ممكن يقدمه لنادي الزمالك؟